السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن نقطة مهمة جدا بتفيد كل الناس، سواء اللي عمل عملية تصحيح او اللي لسه بيفكر. هي سرعة الاستشفاء بعد العملية. ايه المتوقع في سرعة الاستشفاء بتاعي بعد عملية تصحيح، سواء كان ليزك او فيمتو ليزك او فيمتو سمايل او تصليح سطحي اللي هو البي ار كي. سرعة التحسن بتفرق من نوع عملية للنوع التاني، وبتفرق من شخص للشخص التاني. بالنسبة لانواع العمليات، الليزك التفصيلي او الفيمتو ليزك، الاتنين سرعة الاستشفاء عالية قوي. بعد العملية ب6 ساعات بتلاقي العيان ابتدى يحس ان هو بقى كويس، بينام بيصحى، مجرد ما يصحى من تاني يوم بيحس ان هو بنسبة 99% شايف كويس. سرعة الاستشفاء بتاعته عالية جدا، بيبتدي ان هو بيمارس حياته عادي طبيعي من تاني يوم. بيبقى عندي حبة زغللة خفيفة، دي بتتحسن بمرور الوقت. ممكن بيبقى عندي هالات او اضاءات كده حوالين الانوار نفسها او اشعاعات حوالين الانوار، دي بتاخد فترة من 6 أسابيع ل3 شهور بعد العملية، وبتبتدي تختفي لوحدها. بالنسبة بقى لمريض الفيمتو سمايل، فيمتو سمايل أنا بعمل العملية من تاني يوم المريض بيحس بتحسن بنسبة 70%، بيحس إن الموضوع ابتدى يبقى كويس، إن هو يقدر ينزل يسوق يتحرك. بيبتدي التحسن يتحسن تدريجي على مدار أول 6 أسابيع. كل يوم بنبقى أحسن من اليوم اللي قبله، يعني في خلال ال6 أسابيع بيلاقي الموضوع بيختلف معاه جدا. في ناس ممكن بتطول معاهم لمدة شهرين بعد العملية، وفي ناس تانيين بياخدوا وقت أقل. ايه ده؟ يعني الفيمتو سمايل اللي هي احدث حاجه في تصحيح الابصار، اللي هي التقنيه اللي انا ما بعملش فيها اي تدخل نهائي، دي بتاخد وقت اطول في الاستشفاء. ايوه، مش شرط عشان فلوسها اغلى مثلا انها الاستشفاء بتاعها بيكون اسرع. كل عمليه بيبقى لها وقت في الاستشفاء بتاعها. ففي ناس بتعتقد انا عملت فيمتو سمايل، لا انا من تاني يوم انا بشوف 100% زي النضاره. لا، من تاني يوم احنا حوالي 70% على مدار اول اسبوع، بنحس ان احنا وصلنا 98% على مدار اول 3 اسابيع ان شاء الله بنلاقي الموضوع ابتدى يتظبط. البي ار كي يعتبر اطول مده في الاستشفاء بعده، يعني يعتبر اول اسبوع بعد العمليه بنلاقي المريض ان هو مش شايف كويس، حاسس ان الدنيا مش مظبطه. بعد اول اسبوع بيبتدي ان هو يحس ان في تحسن شويه، بياخد فتره في التحسن حوالي من 3 ل 4 اسابيع بعد العمليه عشان نبتدي نقول ده في فرق او في كذا. طب ليه؟ مع سرعه الاستشفاء دي انا بعمل عمليه، في ناس فحصها بنوجه ان احنا نعمل بي ار كي، بس الاستشفاء بتاعه بيبقى اطول. سرعه الاستشفاء دي بالنسبه لنوع العمليه نفسها، يعني سواء كنا بنعمل اي نوع فكل نوع ليه سرعه استشفاء. وفي نفس الوقت في مريض بيبقى سرعه الاستشفاء بتاعته او قابليه الجسم بتاعته ان هو من تاني يوم بيبقى كويس. في مريض بيطول شويه، بيكون عنده حبه جفاف، حبه التهابات، بيبقى عنده مشاكل في القرنيه او حاجات تخلي الموضوع يطول شويه. طبعا برضو لو كانت مقاساتك خفيفه، يعني درجه درجتين لحد 5 درجات، بيبقى سرعه تحسن اعلى بكتير من الاشخاص اللي بيبقى عندهم -8 -10 -12. الموضوع بياخد معاهم فتره اطول.